حبايب قلبي، ادخلوا شوفوا الفيديو وشوفوا طريقتنا في عمل القرص باللبن الرايب. قرص فلاحي على اصلها، جميله بطريقه مش هتبطلي تعمليها. من كيلو لبن غليناه وسبناه عشان نشربه راه، عملنا بيه الخير اللي انتوا شايفينه ده. والله ما شاء الله على القرص اهي. انا كسره واحده اهي، نشوفوا من المنظر من جوه. شوفوا ده الشاشه اللي هي فيها والطراوه. شوفوا شكل القرصه من جوه. شوفوا قرصة من جوه طرية ومفرغة وجميلة. ادخلوا وشوفوا الفيديو، يا رب يعجبك. فيديو جميل وفيديو رائع. وعملنا برضو في نفس الفيديو طريقة عمل الجبنة القريش بالفلفل الأحمر والفلفل الفلاحي الأخضر الحراق. هتشوفيه وهتجربيه. أهم حاجة عند اللايك والاشتراك. ومع السلامة. خشوا وشوفوا الفيديو. أنا بقول لك أهو، بالله عليك خشوا وشوفوا الفيديو واللايك لايك لايك لو استفدت منه بأي حاجة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما تشوفوا الفيديو. يا رب تكونوا بخير. دلوقتي يا حبايب قلبي احنا الصبح كده، وانا قمت عشان اجهز فطار. انا غاليه اللبن قبل ما انام. انا قمت عشان اجهز فطار، لقيت اللبن بتاعنا بالمنظر ده كده قاطع راي. هسيبه بقى يترمى خساره. خساره يا حبايب قلبي ان انت ترمي اي حاجه دلوقتي. انا عندي دقيق، قلت ايه نحط بقى اللبن ده على جنب كده دلوقتي. انا عندي ايه كيلو دقيق اهو. كيلو دقيق ده بننزل عليه بزرفون الفانيليا، ننزل عليه بظرف من البيكنج باودر الاول كده. هنزل عليه بخميرة اهي. ننزل عليه بمعلقتين سكر ونسيبه ايه. هنزل عليه بمرق سمنة على زيت اهي. انا يعني هي معيار مرق سمنة على زيت. انا بعمل بسرعه كده لان انا بقول لكم كنت بجهز فطار، فلما لقيته قطع مني بالمنظر ده قلت بقى ايه استفيد واعمله بسرعه كده عشان ايه اعمله للفطار برضه. انا مش بعمل بسرعه كده بالظبط. مرق سمنه على زيت. تقلبي فيها كده. احنا قلنا ايه بيكنج باودر وخميره وسكر وملح. اهم حاجه رشه الملح. رشه الملح دي هي البركه، ماشي ما تنساهاش. ومج سمنه على زيت او مج سمنه او مج زيت على حسب اللي عندك، يعني ما تقفوش على حاجه. هنجرب كده كله. تقدري تعملي حاجه كده. هتجيبي حاجه كده، هي مش هتاخد منك عجنه كتير، يعني تقريبا ربع ساعه. احنا منقفش مربطين ايدينا من نلاقي حاجه هي ما باظتش. طالما ما باظتش وما تلفتش ايه ما تقفش مربطه ايديك. هنا بقى هديك اضافه خفيفه كده ما شاء الله بتخلي المعجنات جميله. يعني ايه انا لما جربتها في المعجنات ما شاء الله لقيتها جميله. دي معلقه كده من الخل اهي، معلقه واحده من الخل بتفتح القرصه وبتخليها بيضه من جوه ما شاء الله برضو جميله.
بتساعد على هشاشة القرص. زود بقى كده لو عوزتي كوباية مية دافية، حطي. أهم حاجة تكون دافية. اهو بيكون الشكل النهائي للعجينة بتاعتنا بالظبط. خدت مني 10 دقايق عادي. اوعي تكسلي وتسيبي الحاجة تبوظ، لأن الحاجة برضه متعرفش بتيجي بالسهل. اهو خدت منك ايه؟ كمان عندك شوية دقيق، ده سبب ان احنا بنقول الدقيق أهم حاجة في البيت، أهم من الفلوس وأهم من أي حاجة. وانت بتجيبي طلبات البيت فضل معاك 2 جنيه 3 جنيه تجيبهم كيس بيكنج باودر، هتجيبهم كيس خمير، يبقى معاكي في البيت أحسن من الفلوس نفسها. والله لحاجة لوحدها. ممكن كده بنقطة زيت جوانب كده اهو. تحط العجينة بتاعتك ترتاح. العجينة مخدومة صح، طول ما العجينة مخدومة صح ما تخافش منها. هتسيبها بقى تغطيها بأي حاجة وتسيبها ترتاح 10 دقايق. عم برضك ايه اطلع اكل الطيور بتاعتي، اهي مصلحة من ضمن المصلحة، وتلاقيك عملت حاجات كتير وفي نفس الوقت مش حاسة انت عملت ايه. يلا حبايبي قلبي ترتاحي من جاز الصواني، وهطلع اكل الطيور وانزل لكم. هنا ما شاء الله العجينة بتاعتنا هي علب بالمنظر ده كده. هننزل بقى كده على المفرش ما شاء الله. امسكها بقى كده كورها كده. وبعد ما خلصنا تشكيل بالمنظر ده كده، هناخد اول واحدة احنا عملناها اهي كده، هتسويها بس مش عايزاك تفردها اوي. ان شاء الله تعمليها سادة، تعمليها بالجبنة، تعمليها زي ما تعمليها بقى اهي. ممكن تحشيها عجوة برضو هتبقى جميلة. فكرة الفيديو ده النهاردة ان احنا كل حاجة في البيت قلنا ليها استخدام، مفيش حاجة اسمها الحاجة لا خلاص باظت، لا ما باظتش الحمد لله. احنا بنلحق نعمل كل حاجة، وما تزعليش لما تلاقي الحاجة لعله خير. مكلفات حليب ما هتشربش، وطبعا خير ربنا ما بيعملش الا الحاجة الخير ان شاء الله. تشاهدوا من الخير ان شاء الله. يعني ممكن عمايلهم بالتسوية كله بالتخمير ما ياخدش منك ساعة ساعة ونص عادي. يعني لو انت قايمة قبل ولادك هتعملهم على ولادك يصحوا وياكلوهم سخنين، او ما عندكيش وقت هتعملهم اخر اليوم، بس احتفظي باللبن بقى في التلاجة. هنا بعد ما خلصنا التشكيل بالمنظر ده كده، هنسيبهم بقى لحد ما يختمروا ونرجع تاني نوريكم احنا هنسويهم ازاي. اهي دي القرص اللي هي السادة العادية اللي بتشتريها من المخبز اهي. خلصنا بقى كده يخمروا
وبرضو هوريهم لكم بس بعد التسوية. حبايب قلبي احنا هنا معانا جبنة اللي هي الجبنة القريش الفلاحي دي اهي. الجبنة القريش الفلاحي حطوها بالمنظر ده كده. ومعانا دي فلفل احمر من المش انتوا عارفينه. ومعانا هنا قرنين من الفلفل اللي هو الاحمر الاخضر ده اللي هي الشطة اللي هي دي. هننزل على بقرنين الفلفل دول او واحد بكفاية ماشي. وهنضربها في الطاسة ونرجع بعد ما اتفرمت بالمنظر ده كده. هننزل عليها ايه وكده الجبنة برضو في الكب. ننزل على نقطة من زيت الزيتون، ده زيت زيتون. ده بيكون الشكل المقلي الجبنة بتاعتنا اهو. كان هنا شوية كده من المش انتوا شفتوهم معايا. هننزل فيهم لأن ما عنديش لبن. لو ما عندكيش مش وعندك حبة لبن ممكن ان انت ايه تمشي الخلاط ده. وكده بقى الجبنة بالفلفل الجميلة هي اللي ما بيحبش الجبنة القريش ما شاء الله عليها. القرن الفلفل الأحمر بدها اللون الأحمر ده اهو. هزود لها بقى زود لها بقى زهرة ملح كده عشان هي دلع. ونقطة برضو كتير من زيت الزيتون. بس كده هي كل الإضافات بتاعتي فلفل زيت زيتون وملح فلفل أحمر وجبنة قريش. قلنا لو مفيش حاجة خالص هتعمليها في الطبق مش في الطبق عشان لو في الطبق هتعوز حاجة تمشي. وده بيكون الشكل النهائي للجبنة بتاعتنا يا حبايبي. ما شاء الله يا حبايب قلبي. شوفوا شكل القرص وشوفوا لونها وجمالها وحلاوتها. القرص بتاعتنا احنا سويناها بالمنظر ده. والله لو قلت لكم على ريحتها بقى وعلى طعمها اهي. شوفوا القرصة بصوا. شوفوا القرصة قرصة. هي دي القرصة فعلا اللي تتاكل. هي دي فعلا القرصة اللي تعرف تعملها لعيالك اهي. شوفوا القرصة شو من جوه. شوفوا القرصة من جوه ها. القرصة من جوه سفين. شوفوا القرصة من جوه. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. ويا رب يكون الوصفة عجبتكم. وما تنسوناش باللايك وبالاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجربوا طريقة الجبنة بتاعتي اهي. جبنة والله لو انت جربتها ما هتبطلي تعمليها. خشوا وشوفوا الطريقة. خشوا وشوفوا طريقة عمايل الجبنة. وخشوا وشوفوا طريقة عمايل القرص الطريقة الفلاحي اللي احنا عملناها.